السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بادر مدير مؤسسة تربوية تحت الإشراف المباشر للمفتشين باتخاذ إجراءات استباقية من شأنها المحافظة على ممتلكات المدارس قبيل العطلة الشتوية، إذ تم الاتفاق على تغريم التلاميذ المتورطين في تخريب الأملاك العمومية، خاصة في ظل عدم وجود نص قانوني يردع المشاركين في مثل هذا النوع من الممارسات غير اللائقة. وتم اقتراح تغريم الكرسي بدفع ما قيمته 2500 دينار و3000 دينار عن تخريب الطاولة، على أن يتم تغريم إتلاف السبورة بتسديد مبلغ مالي يقدر ب18,000 دينار، فيما سيتم مطالبة التلميذ بدفع ما قيمته 500 دينار عن تحطيم الزجاج أو أقفال الباب، في حين سيكون المعني بالأمر ملزما بدفع ما قيمته 300 دينار عن فعل الكتابة على الجدران.